السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. بصوا، انتوا عارفين ان انا محتوايا كروشيه، كلها هاند ميد. النهارده بقى بالذات حبيت اوريكم وصفة انبهار، سحر والله العظيم، انبهار وسحر. المكون عبارة عن، جبت بتاع حوالي زي ما انتوا شايفين 7 ليمونات، زي ما انتوا عايزين، 5 ليمونات زي ما انتوا عايزين. اغسلوهم وصفوهم كويس جدا، لان كنتوا الميه بتاعت الليمون دي ممكن تخللوا بيها. يعني انا ممكن الليمون ده، ميه الليمون اللي انا هغليها دلوقتي ممكن اخلل بيها، بس انا هاخد منها جزء. هتشوفوا بقى الوصفه فظيعه، هتنبهروا بجد والله، هتنبهروا جدا. تعالوا بقى معايا بسرعه ونشوف ايه اللي انا عملته. اولا جبت الليمون اهو، غسلته حلو قوي زي ما انتوا شايفين. لازم، عشان انتوا عارفين بيبقى الليمون اكيد بيبقى يعني فيه كيماويات وكده فلازم يتغسل حلو قوي 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 قوي، لان انا هستعمل الميه بتاعته في حاجتين. فانا بوريكم بس حاجه بسيطه، يعني انا بوريكم حاجه بسيطه، لان اللي انا جربته النهارده يعني حاجة بجد فوق الخيال. انا ما كنتش يعني مصدقة الابهار ده. فجبت الحلة صغيرة عندي كده، وقلت احط بقى الليمون دوت اللي انا غسلته، حطيت عليه مية، وهروح على طول بعد ما احط المية هروح احطه على البوتاجاز. بعد ما احطه على البوتاجاز، انا دلوقتي لسه اهو حطيته على البوتاجاز، ولعت البوتاجاز، هيغلي لمدة 5 ل10 دقايق مش اكتر، عشان انا مش عايزاه يتهري، لان انا هستخدمه ممكن اخلله، فاهميني؟ فانا كل الحكاية ان انا عايزاه بتاع 15 10 دقايق بس. خلاص، المية خلاص، طفيت عليه. خلاص، جبت بقى شوية المية اللي هم الغليت فيهم. هتلاحظوا، بصوا المية يعني لونها متغير، هي مش باينة قوي في الكاميرا، بس والله العظيم انتوا لو جربتوا الوصفة دي هتنبهروا. انا بوريكم اهو الميه بتاعه الليمون، انا ما رضيتش اخليه يتهري، انا عايزه برضو اخلله. انا بوريكم بس جزء من اللي انا عملته. فخدت شويه الميه دول. بصوا بقى جبت ايه بقى. لو عندكم اي سائل عندكم بتاع المواعين، اي نوع، مش هقول نوع معين، اي سائل عندكم من سائل المواعين، صابون المواعين. بصوا بقى، بصوا الجمال. انا حطيت السائل بتاعي، الصابون السائل بتاعي لونه اصفر، حطيته على ميه الليمون. بصوا اللون بقى ايه، بقى احمر. سبحان الله، بقى اللون احمر. عايزه اقول لكم اقسم بالله خيال. عبيته في ازازه وقلت اجرب بقى الوصفة دي لو فعلا نفعت. قلت والله لازم انزلها عندي على القناة. فعلا حطيتهم في ازازة زي ما انت، انا جربت، قلت اجرب حاجة بسيطة، هل الوصفة دي فعلا هتبقى فعلا مفيدة؟ فعلا طلعت فظيعة. حطيت حبة الصابون على الحلة اللي انتوا شايفينها دي، اقسم بالله خليتها بتلمع. مش ممكن، استحالة. وصفة في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والوصفة بتاعتي دي تكون هتفيدكم، بس صدقوني يا بنات هتفيدكم جامد جدا جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة تانية ان شاء الله، بس كل الحكاية تدعولي.